عسلامة ومرحبا بكم في ليديديس دوسومة. اليوم باش نشوف مع بعضنا وصفة طاجين جبنة على طريقتي، بنين وخفيف وسورتو في ساعة ما يحضر. أول حاجة نقليو البصل والثوم، ومن بعد نزيدوه الدجاج اللي فوحته بشوية كركم، شوية فلفل أكحل، شوية ملح بطبيعة الحال، وتابلو كروية ونخليه يتقلى شوية الدجاج. من بعد ما يتقلى نزيدو شوية ماء مش برشا ونغطيوه ونخليوه يطيب. لهنا بعد ما طاب الدجاج نتاعي فتفتو بالطريقه هذه باش نزيدو العظم، وبطبيعه الحال انت وكمية الخليط اللي عملته انا استحقيت عظمتي، دونك عينك ميزانك في العظم. ليسانسيال لازمنا نتحصلوا على القوام هذا. ولهنا زدتو شويه فلفل اكحل جوست باش نزيد نبنو. من بعد خديت البيريكس نتاعي دهنتها بشويه زبده وحطيت عليه شويه شابلور. علاش شابلور؟ باش ما يخليش الطاجين يلصق، اي سورتو باش كتبدا الطبقه الاخرانيه تولي فيها بنه وتتقرمش. اعملوه في انواع الطاجين الكل. من بعد نحطو فيه الميلونج نتاعنا اللي باش نطيبوه نص تياب، نرتبوه من فوق بالكدا باش تبدا القصه نتاعنا مرتوبه ومزيانه، ونطيبوه على 170 درجه 160 ما بيناتهم لمده 10 دقائق نشعل عليه من فوق ومن اللوطه. وبالنسبه للميلونج الثاني خديت 250 غرام غوطه وجبن، نحطوا اي جبن نتوما تحبوه، انا استعملت غروير، وجبن نحطوا كميه تحبوا عليها. حطيت ابيض عظمه بطبيعه الحال، العظم انت والكونتيتي نتاع الخليط اللي باش تعملوا. ليسانسيال ما تحطش اصفر عظمه باش يقعد الميلانج لونه ابيض ومزيان. ولازم القوام نتاعو يكون شاد روحو كما قاعدين تشوفوا. من بعد نزيدوه على البارتي اللي طيبناها ديجا نص تياب، ونرتبوه بطبيعه الحال من الفوق، وندخلوه الفور على 170 درجه ما بين 170 160 لمده 7 دقائق. وانتي والفور نتاعك شوفوا لهنا بعد ما طاب كيفاش قعد لونه ابيض خاطر ما حطيناش اصفر العظمه. وسيي طاجين الجبن نتاعنا طاب. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، نتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده. على بروشين.